لا يعني نعرف ما هو الذي كان مقصود بجمعة تطهير القضاء الذي أو التي دعوا إليها. اتفضل أستاذ جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا شرفت بالمجيء لحضرتك اليوم. أشكرك يا فندم، شرفني. لكن وأنا قاعد في الاستراحة سمعت مقدمة حضرتك كنت بتعرضي بعض التقارير والفيديوهات، وفي الحقيقة يعني اسمحي لي أكون صادق معاكي انك ما كنتيش موضوعيه ولا صادقه ولا محايده في العرض. بالمناسبه انا سالت حضرتك سؤال، فارجو ان حضرتك ترد على السؤال. أنا التقييم المهني لادائي هجاوب على السؤال. انا هجاوب على السؤال بس اسال حضرتك على حاجه. هذه هي الطريقه التقليديه التي كلما حضروا الينا عضو من اعضاء الاخوان المسلمين بدا بها حديثي حتى اعتاد الجمهور على هذا الامر. فارجو عدم تضييع وقت ولا اقوم انصرف. ارجوك عدم تضييع. حضرتك مرحب بيك ضيف عزيز. اتفضل. انا اجاوب على الاستفسار بطريقتي ليس بطريقتي. الاستفسار عن سؤال وليس أنا بقول عن تقييم أداء حضرتك عرضتي بعض الفيديوهات المتعلقة بجمعة تطهير القضاء. اتفضل حضرتك رد وأنا بقول على هذه لحضرتك إنك ما كنتيش بدون موضوعية. طيب بقول لحضرتك إنك كان ينبغي عليك أن تعرضي كما عرضتي هذه المشاهد. إنك تعرضي اعتداءات البلاك بلوك لم تعرضيها. انك تعرضي حرق الاتوبيس اللي تم احراقه في هذا اليوم لم تعرضيه. انك تعرضي تصريحات جبهة الانقاذ لم تعرضيها. انك تعرضي بعض مشاهد مما حدث مثلا من اعتداءات على الاخوان في المقدم والسحل والقطع. واللي عارفين انا بتحدث مع محامي واللي بتصلوا واللي بتصوموا وعارفين الدين اكتر من اي يا حد. سيدتي حتى لو دول ضربوا ازاي انتوا تضربوا؟ يا سيدتي يعني انا برد على حضرتك. انت لم تكوني موضوعيه ولا محايده في هذا الامر. دي نمره واحد. هذا راي حضرتك الخاص بيك والذي لا يعكس بكل تاكيد ما قدمته في هذه الحلقه. وبالمناسبه انا اؤكد ان هذه هي طريقتكم دائما وقد اعتاد عليها يا استاذه. ارجو يا استاذه. اتفضل رد على سؤالي. ارجو يا استاذه ان احنا واحنا بنعرض على الساده المشاهدين ولا افهم كان حضرتك ما كانش في مبرر واضح للدعوه لهذه المليونيه وليس لدى حضرتك اجابه على هذا السؤال؟ ماذا قصدتم من مليونية تطهير القضاء؟ تفضل. طب أنا برضو هجاوب على السؤال بطريقتي وليس بطريقتي. اتفضل. أنا بقول لحضرتك أرجو من حق السادة المشاهدين أن يتم عرض الموضوعات بطريقة محايدة وبطريقة غير مستفزة. في حياد أكتر من حضرتك ولا تكونوا شركاء في الأزمة. لا تكونوا شركاء في الأزمة توضح يا سيدتي. اللي حصل في لا تكونوا شركاء في الأزمة ولكن كونوا شركاء في التهدئة وليس في إشعال على اعتبار أنكم كنتم شركاء في التهدئة. النقطة الثانية. من هم ينتمون إليكم لضرب الناس على صوت وصورة والمشاهد واضحة. النقطة الثانية يا سيدتي يا موضوعية يا محايدة. طب أستاذن حضرتك سيادة المستشار كيف تقيم جمعة تطهير القضاء؟ أنا ما جاوبتش على سؤال حضرتك. لا أخذت وقتك فيه. لا أنا ما أخذتش وقتي. اتفضل سيادة المستشار. طب أنا منصرف. أنا مش اتفضل. لا يسعدني إن أنا أشارك. فاصل ولا أقول لحضراتكم بلاش فاصل. يعني إحنا بنشكر حضراتكم. وعلى ما يبدو أن الأستاذ جمال تاج الدين ليس لديه أي إجابة على سؤال كان واضح وصريح، وهو جمعة تطهير القضاء وماذا كان مقصود بها. سيادة المستشار كيف